في نفس الوقت كل فتره هبتدي اخد السماد اللي طالع، ابتدي استخدمه كبيئه للزراعه، ابتدي استخدمه كسماد للنباتات بتاعتي، ابتدي استخدمه كمان من ضمن المنتجات السائل النازل، استخدمه كمبيد، استخدمه كسماد عضوي منشط نمو النباتات، وبالتالي انتج غذاء صحي ونظيف. انظف الشارع بتاعي من المخلفات والروائح والحشرات والقوارض والقطط والكلاب، وانظف الاسطح بتاعتنا من المخلفات اللي احنا موجوده، نحسن الجو، نخلق مناخ اخضر سواء في الشارع سواء فوق السطح. النطاق الواسع او النطاق زي الاستاذ خالد اللي اتكلم ان في مزرعه، فهل ممكن المزارع دي تجمع المخلفات الناتجه او السائل الناتج ده ويتم بقى التعاقد مع اراضي او غيره من المساحات الزراعيه، فده يبقى بالنسبه لي فاتحه خير ان انا استغنى عن المبيدات؟ طبعا حتى على السكيل حتى الصغير البسيط، الناس دلوقتي ابتدى يبقى في سعر للفيرمو كومبوست، حتى عن طريق النت ابتدت الناس تسال على ايه الفيرمو كومبوست. لما عرفوا فوائده ابتدت الناس تتجه ان تسمد بيه. يمكن عارف حضرتك دلوقتي ان كله بيفضل الحاجات الاورجانيك والحاجات الزراعه الطبيعيه، فابتدت الناس تتجه ليه لان هو سماد عضوي طبيعي ما فيهوش مبيدات، ما فيهوش اسمده مؤثره على الانسان، ما فيهوش حاجات ضرر للانسان، فالناس كلها ابتدت تفضل القصه دي. عشان كده ابتدى الفيرمو كومبوست فعلا ابتدى يبقى له سعر دلوقتي، وسعره الى حد ما لو قارناه بسعر الكومبوست العاديه لا ده معدي السعر بمراحل كتيره، بسبب انه مش عشان هو غالي عشان هو فايدته، لا ده هو عشان فايدته العاليه قوي الناس بتتجه ليه، بسبب انه المواصفات بتاعته عاليه، انه بيديني محصول اكتر، الامراض فيه قليله جدا، التركيزات بتاعت العناصر فيه اعلى، فدي كلها ابتدت حاجات تشجع الناس. بجانب فعلا ان الناس لو ابتدت انها تبقى المشروع ده على سكيل صغير كل واحد مع نفسه كده ونبتدي نجمع الحاجات دي، لا ممكن يبقى لها سعر ويبقى لها رواج على فكره. يعني اللي يعمل مشروع زي ده مثلا زي استاذ خالد ممكن يبقى مربح بالنسبه له؟ طبعا مربح، ان هو يبقى فيه ثقافه الناس بس الى حد ما على ايه بقى على سكيل كبير، فما اقدرش اقول لربة هو مزرعه يعني هي مزرعه اكيد. احنا هو الاستاذ خالد ابتدى سنه لما دوده ابتدى يكتر معاه ابتدى يكبر عنده في المكان بتاعه، ابتدى حتى قال لنا مشارك واحد زميله ابتدى ياخد بدروم تقريبا عنده عشان يبتدي ينتج، لان كل ما زادت كميه الدود زادت كميه المخلفات زادت كميه الفيرمو كومبوست ناتجه عندي. فاحنا عشان كده بنقول في البيوت تبقى الاستخدام الاصلي عندي الاستخدام الجنينه. على السكيل الكبير لا يبقى الموضوع ممكن يبقى مجدي، بس لازم تكون مساحات طبعا كبيره. هو شقين، البيت والروايح والحاجات دي، وان يبقى الشباب ازاي ان احنا ممكن نعمل مشروع ده، لان ده ممكن ما يبقاش مربح او ما يبقاش تشغيل شباب. راضيه؟ هو انا هستاذن الاستاذ محمد بس يزورنا في المعمل، لان ليس كمان راى كمان سمع. تعالى شوف، حط المخلفات بنفسك، شوف ريحتها عامله ازاي، وتعالى تاني يوم وشوف لو كان ليها ريحه ولا مالهاش ريحه. يعني بتخلص بالظبط كده. احنا جايه بحثيه، بابنا مفتوح للناس كلها، تعالوا اتفرجوا شوفوا بعينيكم وشوفوا تاثيرها ايه. طيب انا مش عايزين يعني فاصل رفع اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه طنطا، ثم نعود مره ثانيه لاستكمال الحديث عن دوده الارض والجدوى منها، وهل ممكن تطبيق استخدامها على نطاق ضيق او نطاق اوسع بالنسبه ان احنا نقدر يعني نسيطر على مشكله المخلفات او القمامه.